يا ربما ابتسمت يوما لذي شرف، يا ربما ابتسمت يوما لذي شرف، وربما خضعت يوما لمحتال. تطيب حينا وتغرينا لذائذها، لكنها لو وعيناها دار أهوال. أيها الإخوة الكرام، تأملوا لمن حولكم في الناس، هل يخلو أحد من مصيبة أزعجته، أو من مشكلة أقلقته، أو من هم أحرقه، أو من مرض أقعده، أو من ولد أشغله، أو من دين أيقظه؟ كم من عبد مظلوم، كم من فقير ومعدوم، كم من مهموم ومغموم. قلوب تشتعل ونفوس تحترق. هكذا هي الدنيا، مصائب ورزايا، ومحن وبلايا، صرخات وزفرات، آهات وأنات، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. لكن المصيبة أن البعض يزيد الآلام ألما بتسخطه وجزعه وحزنه ونكده، ويخسر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والله تعالى يقول: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إنه القضاء والقدر يا عباد الله، إنه الإيمان بالقضاء. جف القلم ورفعت الصحف وقضي الأمر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إنه الإيمان والعقيدة واليقين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم يا عبد الله، إن الله تعالى ليصيبك بالمصائب والمحن والرزايا لأسرار وخفايا هو أعلم بها وحده سبحانه وتعالى. قد يكون فيها من المصالح العظيمة ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا. ثم إن المتسخط حرم نفسه من أجر المصيبة وأجر الصبر عليها. نظر علي رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم فرآه كئيبا حزينا، فقال: ما لي أراك كئيبا، ما لي أراك حزينا؟ قال: وما يمنعني يا علي، وما يمنعني يا علي؟ فقد قتل أبنائي وفقئت عيني. قال: يا عدي، يا عدي، إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ذلك، ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. فاحذر أخي أن يحبط عملك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. ليودن أهل العافية في الدنيا، أي الذين لم تصبهم المصائب والرزايا، يتمنون في الآخرة أن لو قرضت جلودهم وجسومهم بمقاريض الحديد مما يرون من ثواب أهل البلاء. ألسنا نسمع في الحديث الصحيح: من يرد الله فيه خيرا يصب منه. ويقول الله عز وجل لملك الموت: قبضت ولد عبدي، قبضت ثمرة فؤاده. قال: نعم يا رب. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع.
قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. إذن أعلنوا الرضا أيها المؤمنون، أعلنوا الرضا لله عز وجل وعن الله خاصة. ونحن في زمن كثرت فيه المصائب والمحن والبلايا والفتن والتسخط والجزع. لا تحرموا أنفسكم الأجر العظيم من رب غفور رحيم، كما لا تحرموا أنفسكم من ثمرات الرضا بالقضاء، فإن له ثمرات كثيرة يغفل عنها كثير من الناس. إن للرضا ثمرات عظيمة يرتفع فيها الراضي إلى أعلى المنازل عند الله عز وجل، رفعة في الدنيا والآخرة، يصبح راسخا في يقينه، ثابتا في اعتقاده، صادقا في أقواله وأفعاله، مطمئنا في قلبه، مرتاحا في قرارة نفسه. الرضا جنة الدنيا، الرضا جنة الدنيا.